مو هدية، هاي صورتك اللي ورا، صورتك اللي كانت هون لقيناها. قلت لها هاي صورتك. لا انت ما قلت لي. اوكي يا جماعة، هلا نحن صرنا بالقسم الثاني من الفيديو الاول. انا كان حابة اخلصهم كلهم بنفس الفيديو، بس لكن الفيديو طويل، هذا بضر قناتي، زائد بيكون طويل عليكم، فالناس اللي حابة تكمل بتشوف شو صار معها. أنا لما أشوفك قلبي بيعمل بام بام تيجي بام بام. مثل ما قلت لكم، انا كنت نازل اشوف البوست تبعي لانه تجيني بوستات، رسائل، ايميلات، قصص. لقيت وينه هذا الصندوق. هذا الصندوق يا جماعة فيه صورة سارة يلي انفقدت من البيت لما نحن طلعنا برات البيت ورحنا نشتري اغراض. نحن عايشين بحالة مجهولة. يعني حدا اخذ الصورة؟ ليش ما بتعرفي؟ الصورة ما انسرقت سارة؟ ايه بس انا قلت بركي نحن ضايعين، بركي صار شيء، بركي اوكي شوفوا حبايبي، بركي حدا لعب فيها، بركي شيء يعني. قلبي راح. ما بدي اشوف. شايفين هاي الكرتونة؟ انا نزلت لقيت الكرتونة محطوطة فوق البوست، هيك البوست مش بالبوست، فوق البوست. وين العنوان اصلا؟ بفهم من الشغلة هاي انه مو جاي من DHL، يعني مو جاي عن طريق ارسال. هاي واحد حاطة سارة، فامامنا طب ما حالتين. تروح تلمسها بايدك. ولك حاج خزعبلات، لا تخافي، شو بك انت؟ ففي شغلتين، لما ننزل على الهاوس ماستر هذا ونقول له فرجينا كاميرا المراقبة مين حط هذا، ما في غير هذا. انت بتعرف انه بيجي كل شهر. ما هي المشكلة يا جماعة، عنا نحن بالبناية في هاوس ماستر. هذا الهاوس ماستر هو مسؤول عن هاي البناية، تنظيف ما تنظيف كل شيء، بيجي كل شهر مرة. يعني هلا إذا بدنا نسأله راحت للشهر الجاي، فينا نفوت لعنده. طبعا هو له غرفة تحت بالبناية، ما بعرف وين غرفته هذا، يمكن فوق. ما وبس بيجي بحط اغراضه فيها، ما له بس هو غرفة بروح. ايه المهم انا ما شفته على فكرة. لا شايفه، بس اني مرحبا اهلين، عرفت شلون؟ ما في كونتاكت بيناتنا. هو عنده كاميرات المراقبة تبع البناية، بيقدر يفرجينا مين حط هي، عرفت شلون؟ وممكن ما بيكون حدا حاطه، جن او عفريت او ما شابه حتى ذلك. بطلع على النفس، رح استفرغ. انا مرشح، ما عم شمشي. انت عم تشمشي؟ رح استفرغ. اذا بدك تخافي والله العظيم يصير معك شيء، طلع شيء موجود. شوفوا حبايبي، نحن هذا البيت رح نطلع منه، بس حاس ما رح اطلع منه الا رح يصير شيء يزعل البشرية كلها. اول شيء رح افرجيكم شو في قدام. طلعوا شوف قدام حبايبي، نجمة بنص جبهة سارة وشخبير. هذا حالتين. انا كشخص وعيت وعرفان انه هذا بدي يعيشني بجو وهم. انا عم حكيكم من الاخير، صار هاي القصة، بدي يعيشنا بجو وهم ليخوفنا. هو يمكن تابعنا على اليوتيوب وبقص اذا ما بيعرفنا. انا ما كثير انزعجت، بس الشيء الواحد ريحني انه كل هالفترة لكان مازال الصورة مختفية. انا ما صار لي شيء. ما صار لك شيء. وغير هيك هلا عم بطلع. بتعرفي ليش؟ لانك عم تسمعي قرآن سارة، وعم بطلع كمان بالصورة. هذا اللي بريحني اكثر، انه انا وما حمزة، يعني حاطين علي انا وما حاطين على حمزة. على سارة في نجمة، بس حمزة ما عليه شيء. سبحان الله، الولد عليه ملائكة. بس هذا الشيء اللي انا ما فهمته. انا اول ما شفت الصندوق فتحته. طب بركي ممنوع تدقره، يعني انت كيف عم تشيلها؟ شو هو الممنوع داره؟ شو بده يصير؟ مادة فيزيائية؟ طب خلص حرقها. اوكي شوفوا يا جماعة، شو في ورا، شوفوا الاشارة اللي تحت انا شايفتها خالد. طلعوا يا جماعة، بس بدي اياهم يركزوا عشان يعرفوا يناقشوا معي. لبا شوي. ليش صار هلا فوكست؟ شايفين نجمة وفي نجمات صغيرة او نقط او ما بعرف شو. هلا لبها شوي بس لكن هي ما عرفتها شو. لبها شوي. اوكي بس تركيز. شايفين في مبخة شبه الابرة، بس خلت فوق السارة. يا رب يبين. هلا اذا إلنا النجمة شفناها نحن، النجمة شفناها قبل من مرة، مع انه ما بتشبه هديك. بس هاي السهم النازل، اول شيء لا تخافي، هاي للولاد. انتي شو؟ هاي للولاد. شو يعني للولاد؟ شو؟ هاي اشارة الولاد خالد. ترى عن جد هلا توترت. شو؟ يعني شفت الولاد اللي كنت انتبه عليهم. يكون قصدك حمل انه لا شفت الولاد عن جد. هاي يمكن اشارة تصقير. لا هيا شوي. شايفين؟ سهم نازل لتحت. شو؟ لا
هاي تعيت الولاد تعول الدمية. ايه وينها؟ شو بها؟ هاي اشارتهم. وين كانت موجودة الإشارة؟ هيدي اذا بتفتح اجرة بتلاقيها، في منهم عندهم اشارات جوا. متأكدة؟ ايه، وهن هاي اللي بتورجي مين المهم واللي مين ما مهم. ايه بس أنا كسرتها هذيك. في وحدة في منهم ما عندهم وفي منهم عندهم، هن المهمين اللي كنت لازم انا اهتم فيهم، الاهم كل واحد له تعيته. اما بس انا كنت انتبه كمان غير في عالم، دمياط، ضل دمياط؟ في كمان غير عالم بينتبهوا عليهم، هن بيجيبوهم هن تمام، ضل كتار. أولاد، ضل عفاريت، ضل وينهم هن؟ ما خلصوا. لا ما خلصوا، هن بيجيبوهم. منين يجيبوهم؟ ما بعرف بس مديانين. سارة لا تقعد تحكي معي بالألغاز، هلا مع أساس أنت ما فيك اوكي شيء. انا ما بعرف فهميني وين. شو بدك. يعني شوف، انا ما عم بقدر يا جماعه، انا ليش ما عم بقدر فهم كل شيء؟ لانه احكي لي كل شيء بدي أفهم. الغراض في منهم كيف لما تحلموا بتتذكروهم ونصها بيروح. انا هيك صاير فيني. بس أوكي. هيدي الاشارات أوكي. في كم ولد بتقدر تفتحه اذا بتلاقيهم بتشوفهم من جوا على اجره الشمال. طيب ما اختلفنا، فرضنا انه لقينا هاي الاشاره موجوده على رجل من جوا، الدنيا. يعني هيدا مهم. تمام، شو يعني؟ يعني هيدا مهم، يعني ما تأذيه. هذا اللي صار، هذا اللي لقيناه. نحن ما تعودنا نخبي عليكم شيء حبايبي، والله لازم لأننا مجهزين نصور شيء ولا شيء. فتحنا الكاميرا وكنت يعني صارت معي شغلتين بنفس الوقت. صارت زعلان لأنه شافت الكواليس، وبنفس الوقت هاي تبع ليش الصندوق. انت اصلا نويت الكاميرا؟ بدي اقول لهم انه انا لقيت هذا الصندوق. نحن من 4 شهور خبرهم كل شيء صار. ايه بس انت امتى يعني لقيته؟ وليش ما قلت لي؟ الظهر حطيته على جنب، قلت لك في شيء لا تمسكي، خلص شو بدي اقول لك؟ ما انتبهت. بلكي مسكتيه بالغلط وطلع في قنبله. انا يا جماعه لانه ظهرت اليوم جبت كم شغله فما ما انتبهت يعني انه. على كل الاحوال حبايبي، هذا الشيء شوفوا بسرح لكم شغله افهموا. هاد لما بدي اعمل وهم لزوجتي مره تانية ويصير معها مرض نفسي، والله هيك ممكن حتتضايق نفسيا. انا دائما كنت اعطيكم طاقه ايجابيه وما زلت يعني وما زلت معكم، ولا قادر ياثر علي بليره، ولكن بالسيجاره ما بياثر علي. عرفتوا شلون يعني؟ بشعره ما بياثر علي، لان انا واثق، انا عرفان حالي. هي ساره تعرف انا امبارح كنت مرضان، كنت انط والعب رياضه كرمال ما بخلي المرض بياثر علي. دائما اتحدى الشغله بالعكس، اذا هيك الدنيا ماشيه انا بمشي هيك. ليش؟ لانه اذا مشيت مثل ما بدهم ما راح تكون مهم. انتوا راح لكم شغله، بس دائما اسمعوا قرآن وانتبهوا على حالكم. وانا هلا ما راح خاف وراح دور قرآن. برافو عليك. وما راح اسال عن شيء اكثر من اللي عمله اصلا ما بيطلع بايده، فخلص. لكن برافو عليكي، والله صايره وحشه. ما بقى صايره ديبه. ما عشت الحالة يعني، شو عمل لي؟ اكثر من هيك ما قدر يعمل، واصلا ما بنص الحالة ما حسيت يعني. جد ما كنت تحسي؟ لا حسه حلم. شايفين يا جماعه؟ انا اللي كنت عم اتعذب، انا اللي كنت عم عاني ايام وليالي وانهار. انا بس حس انه جسمي بتكسر. انهار وبحار ومحيطات. طبعا انا كنت عم عاني الايام والليالي كلياتها، وهي والله ما كانت تحس، وانا متاكد. كانت احيانا يا جماعه الخير تفيق الصبح قلت لي ليش تعبانه؟ قال والله ولا شيء، بس كنا امبارح بالمسبح. جسمي ولا بس دايما كانه يكون عرفانه شيء. تخيلوا بعد ما كنا نعمل رقيه بتفوت تنام يعني كذا، ولا كانه في شيء. وانا بطلع حالي شو زلمه ليش هيك عم يصير معي؟ فسبحان الله انا في اشياء ما قدرت اصوركم اياها. مثلا الدكتور النفسي هو ما رضي، هو قال ممنوع. حتى انه عيادته وهيك ما بحب انه حدا يصوره. قال هاي حالة نفسية، وزوجتي مش مريضة نفسي ابدا. قال هاي حالة نفسية تكرست عليها من كتر ما عم نقول لها هيك لا يوجد شيء من ذلك. هو هيك عم يقول. خالد استحى كتير لانه مرة رحت لعنده اجتني حالي كنت راح اضربه. خالد صار يقول لي انت ضربت الدكتور، قول له لا، يقول لي بلا كنت راح تضربيه. يا جماعة الخير الدكتور عنده اسلوب سبحان الله. كل واحد يعني الدكتور عنده اسلوب مش طبيعي. هاي كانت مخشة من وشه، انا قلت قتل الدكتور راح فيها دبلكه. بس يعرف يستوعب الامر. عرفت شلون؟ غريب جدا. بس هذا كان نخبركم اياه. على كل الاحوال ارجع لكم مره تانية، الغنيه راح تنزل الساعه 5 يوم السبت بتوقيت المانيا. السلام عليكم. باي باي. bum bum
انا لما